السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إيمان من قناة مامة إيمي. هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنعمل النهاردة مع بعض كفتة الحاتي. كفتة الحاتي من غير ما تكش ومن غير ما تفك منك، هنعملها بطريقة سهلة خالص ومقادير موجودة عندك في البيت. شايفين شكلها؟ حطها في العيدان الشيش، عملت منها عيدان طويلة وعيدان قصيرة، وكمان عملت جنبها بطاطس مقلية وسلطة طحينة وحاطة كاتشب للي حابب. بس يا ريت وانتوا بتتفرجوا على الفيديو تشجعونا وتعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة وتدوسوا على زر على الجرس عشان يجيلكم كل جديد من القناة. معانا هنا لحمة، كيلو لحمة مفرومة فيها دهن، يعني مثلا 200 جرام دهن. لازم الدهن ده عشان هو اللي بيديها الطعم اللي احنا بنشتريه من بره، واللحمة اللي احنا بنقعد نقول طعمها جميل بره، كفتة اللي بنقول عليها جميلة بره. ومعانا هنا بصل مبشور. انا معايا على الكيلو لحمه جبت 3 بصلات كبار جدا، وعملت بقشرتهم. شايفين فيهم ميه ازاي؟ بس هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه تاني لسه فيهم. هنا معايا برضو البهارات بتاعه الكفته. معايا فلفل اسمر، معايا كمون، ملح، كزبره ناشفه، بهارات لحمه، وقرفه. القرفه دي اختياري، بس القرفه دايما بتليق على اللحمه المفرومه، بتبقى طعمها حلو جدا. لو عندك بهارات كفتة حطي، بس انا عندي بهارات اللحمة كان كفاية. اول حاجة هنعملها عشان نشتغل، هنركن اللحمة على جنب. هنمسك البصل ومصفى ناعمة كده زي ما انتوا شايفين، وهنصفي المية دي كلها. احنا مش عايزين غير التفل بس، تفل البصل هو اللي هنحطه على الكفتة او على اللحمة. لكن لو حطيتي البصل بالمية دي هتلاقي الكفتة معاكي فكة ومش ماسكة. وانا ولا بحط نشا ولا بحط دقيق عليها عشان تفضل ماسكه نفسها. انتوا هتشوفوا معايا هتبقى ماسكه نفسها ازاي. الميه دي كلها هحطها عشان اصفيها بالمره. انا عايزه ميه البصل كلها. انا عامله 3 بصلات كبار. الكفته بتحب البصل، بس ما تغلطيش غلطه وتروح حطاها على اللحمه مباشره. لازم تصفيها، بس شايفين مصفى ناعمه كده وتصفي فيها خالص. وما تقطعيش برضو البصل وتحطيه، ممكن تعمليه في الكبة وتحطيه برضو، بيبقى باين فيها ومش بيبقى زي بتاعة الحيتي. دي بتبقى كفتة تانية خالص. بتنعمي البصل وتحطيه بالكبة بيبقى برضو كفتة غير اللي احنا هنعملها النهاردة. لكن دي احنا محتاجين منها فقط لغير التفل. هكمل الكمية واجيلكم، او هعصر ده واوريكم هو بيتعصر المية اللي نزلت منه. انا جبت حاجة اوسع عشان اعرف اضغط عليها واصفيها خالص. بصوا ما بقاش فيها نقطة مية، صفيتها نهائي. التفل ده هيحصل فيه ايه؟ شايفين ناشف ازاي؟ ما بقاش زي ما يكون مبلول. يعني لو في حاجة احاول انزلها. التفل ده كله هاخده على اللحمة. ناخده من على المصفى على اللحمة مباشرة. وكمان هكمل بقى الكمية كلها بنفس المنظر ده لحد ما اخلصها واعمل المية بتاعت البصل كلها، لان مية البصل دي اهم حاجة هنستخدمها، وهي اللي هتديكي الطعم بتاع كفتة الحياتي بالظبط. هنا انا بعد ما عصرت الكمية كلها وصفيتها هركنها على جنب، هيجي لها وقتها. هنا بصوا بقت التفل بس اللي معايا هو اللي موجود. هبتدي بقى احط البهارات. انا هاخد كمية البصل بشوفها لسه فيها مية تاني ولا لا. خفت لا تكون لسه فيها مية، بس كده خلاص لقيتها مفيش. هبتدي اعجنها بقى كلها ببعضها واخلط البصل مع البهارات مع اللحمة. ادمجهم في بعض خالص، اخليها ما فيش حاجة فيهم باينة. ممكن تسيبيها برضو في التلاجة ساعة بعد ما تخلصي كده تتشمع، وكمان البصل والبهارات ياخدوا يدوا مع اللحمة، يبقى لها طعم حلو كده. مش اكتر من ساعة، ساعة حلوة قوي.
انا هنا خلاص خلصتها وعجنتها كويس، او يعني دمجتهم في بعض. هركنها بقى على جنب، وهنشوف ميه البصل اللي احنا طلعناها هنعمل فيها ايه، عشان هي اساس الكفته. بس ازاي هتشوفي دلوقتي. هناخد معلقه صلصه، معجون الصلصه اللي هي الجاهزه مش الطماطم اللي انت تعصريها، وكمان شويه زيت، وشويه ملح وفلفل اسود. حط الملح مش كتير، وبعدين هحط برضو شويه فلفل اسود. ليه كل ده يا امان؟ عشان خاطر كل ده اللي هيدينا الطعم لما هنخلطهم، ولما نخلص الكفته هما اللي هيدونا طعم اللي احنا بندوقه بره عند الحيتي. وبرضو هسيبها تتبل مع بعضها. انا عملت الخلطه دي قبل ما اصبع الكفته عشان تاخد وتدي مع بعضها. ممكن تحطي سنه توم، بس انا عشان الناس اللي هياكلوا منها مش عاوزين فيها توم، فحبيت ان انا ما احطش فيها توم. الاضافات دي بتاعتك. وعصيان بقى العيدان الخشب اللي انت هتعملي عليها، انا بعمل على الاتنين كده عشان تبقى تخينه زي اللي هو الحديد او السلس. هبتدي بقى اصبع عليها الكفته. انا هنا شغلت الفرن بتاعي وشغلته عشان يا دوبك يسخن. هتعملي بقى الحجم اللي انت عايزاه والشكل اللي انت عايزاه. شايفين متماسكه خالص ازاي؟ انا هنا بوريكم، بس برضو هوريها لكم عملي ان الصلصه دي هتتحط عليها، بس مش دلوقتي لسه. برضو هنجهز الصينيه الاول. الصينيه اللي بحب احطها في الفرن بحط فيها الاول ورق ألمونيا، عشان لما الكفته تتحمر والسوائل تنزل فيها ما تسودليش الصينيه وتتحرق. الورقه هتبقى سهله في الشيل وتترمي على طول، اللي هي ورقه الألمونيا. دي برغبتك، ممكن ما تستغني عن الحركه دي يعني. هبتدي بقى ارص الكفته فيها بالشكل ده كده. انا صبعت الكميه دي طبعا، لسه قدامي كمان كذا مره. فهبتدي هعمل بالفرشه، احط ميه البصل بالبهارات اللي انا حطيتها عليها وشويه الزيت ومعلقه صلصه الطماطم. هقلبهم كده واخد منها وهعوص او هغرق الكفته، وكل واحده بالفرشه كده لغايه ما تتبل واحس ان كلها اتحط عليها منها. وهدخلها الفرن، ولما تنشف اروح حاطه تاني عليها، اطلعها وبالفرشه ابللها كده بيها كلها. بتدي طعم رهيب للكفته، غير ان انت حاطه التوابل في قلب الكفته وتفل البصل. بس الحركه دي بتفرق جدا. هما دايما بيصبعوها بميه البصل، بس انا بعد ما بصبعها بحط عليها البتاع. ودخلها الفرن طبعا، وبيطلع منظرها بالشكل الجميل الرهيب اللي انتوا شايفينه ده. انا عملت عيدان كبيره زي ما انتوا شايفين، وعيدان صغيره عشان تبقى خفيفه. وطبعا سلطه الطحينه لازم جنبها، والبطاطس المقليه والكاتشب. وده كان فيديو النهارده كفته الحيتي من غير ما تكش. شايفين العود زي ما هو، زي ما طلع وزي ما دخلته.